النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة وجميلة وكلنا بنحبها، صغيرين وكبار. هنعمل مع بعض النهاردة شيبس الأفران بأحلى طريقة من مطبخ رندا. يلا نجيب 3 كوبايات دقيق، يعني حوالي نص كيلو دقيق. والكوباية اللي هتستخدميها للدقيق تستخدميها في كل المكونات. هننزل عليها بالمواد الجافة اللي هي ذرة خميرة بيرة، ومعلقة هرمية سكر، ومعلقة صغيرة جدا من الملح. هنقلب كل المكونات الجافة دي على بعض عشان اضمن ان هي دخلت في كل ذرة دقيق. وبعدين والدقيق طبعا زي ما انتوا عارفين لازم يبقى منخول. هننزل عليها بايه بقى؟ المواد الدهنية بتاعتي هنزل بنص كوباية زيت، بس ما يكونش ليه ريحة. انا مش هقول على نوع زيت، الزيت بتاعك ما يكونش ليه اي ريحة. ومعلقة كبيرة سمن اهو. هننزل كله على بعضه كده، سهلة جدا وتقدري تعمليها لاولادك ياخدوها معاهم في اللانش بوكس. وهناخد بقى المكون اللي هيخليها شكلها زي بتاعة الافران ولونها، اللي هي الصلصة المعبأة، معلقة كده ونص صلصة هننزل بيهم. هتحطي صلصة يا رندا على العجينة؟ هحط صلصة على العجينة عشان تديكي نفس اللون بتاع الافران. لو انت خبزتيها من غير المعلقة دي هتبقى لونها فاتح معاكي ومش حلوة، هتبقى مبيضة، لكن الصلصة هي اللي هتديها اللون الذهبي الجميل. هقلب كده شوية بحيث ان المواد الدهنية تكون دخلت في الدقيق وتجانست معاه. وهننزل مع بعض بكوباية مية، مش هنزل بيها مرة واحدة، هنزل شوية شوية عشان الدقيق بيختلف، فيه بياخد الكوباية كاملة وفيه ما بياخدهاش، وفيه ممكن يحتاج اكتر من كوباية. فانت حسب نوع الدقيق اللي هتستخدميه، فما تنزليش بكوباية المية اللي بقول عليها مرة واحدة. هننزل اهو شوية شوية. المية طبعا تكون فترة، مش ساقعة ولا سخنة. وهقلب، وبعد كده بقى هنزل اهي لسه محتاجة، هنزل ببقية الكوباية بتاعتي، اخلي شوية صغيرين برضو واقلب. لقيتها محتاجة هحطهم، لقيتها مش محتاجة مش هحطهم. لقيتها خدتها وعايزة كمان هديها المية دي حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا هنا محتاجة فهنزل بيهم بقى، وهسيبني من الاسباتيولا وهعمل بقى اشتغل بايدي زي اي عجينة. هنلمها مع بعض وهوريلكوا قوامها هيبقى عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين العجينة جميلة قوي وما احتاجتش الا هو كوباية المية. انا هعملها ايه بقى؟ انا مش هسيبها تخمر، انا هسيبها تستريح زي اي عجينة كده من 4-5 دقايق. هغطيها ونرجع بقى بعد ال5 دقايق نقول هنعمل ايه. سبتها تستريح بقى 5 دقايق. بصوا العجينة الحلوة ان انت ما تيجي تشيليها تسيب البولة او الصينية اللي انت بتعملي فيها. هنعمل ايه؟ هنشكلها لكور اهي. بصوا الكورة ما تبقاش كبيرة ولا صغيرة، هشكلها الكور كده واسيبها برضو تستريح 3 دقايق. بصوا تعملوا كده، بصوا اهي كورت معاكم وبقت حلوه. هخلص الكميه وارجع لكم بعد ما كورتها. هسيبها بقى تستريح 3 دقايق ونشتغل فيها على طول. اول كوره هفردها بقى، بيبقى السمك بتاعها رفيع جدا جدا بالطول كده، ونعملها بقى بالعرض عشان تعمل معاكي الدايره بالطول وبالعرض. هفضل افرد لغاية لما الاقي سمكها بقى رفيع بالطول برضو كده وبالعرض. هتتدور معاكي وهتبقى حلوة.
معايا بقى عشان الوش بتاع الكرة اللي فردتها اللي هو شيبسي الأفران. معايا زعتر وسمسم، ممكن تحطي حبة بركة، ممكن تحطي بشر جبنة رومي اللي موجودة عندك واللي أولادك بيحبوه. بس لو هتحطي سمسم أو حبة البركة أو زعتر بتحطي على كل نوعية من الزواق معلقة صغيرة خالص مسح ملح. أنا عايزاها تبقى من مملحات، ما بتبقاش دلع. هنعمل ايه؟ انا فردتها خلاص. باخد شوية بقى كده من الزعتر وارشها على وش العجينة زي ما انتوا شايفين كده، وهديها فردة كمان عشان اثبت الزعتر على وشها بس كده، وهحطها في الصينية. بصوا بقطعها بقى ل4، هي بتتباع كده اهو. هعمل العجينة كلها بنفس الطريقة وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين اهو استوى وطلعته من الفرن، هيبقى بالشكل ده. بصوا وشه زي ظهره، اللون جميل. اسمعي معايا، بصي بيتقسم ازاي وناشف وجميل، وهيبقى باي كوبايه شاي نسكافيه اي حاجه هيبقى حلو. وبصوا الكميه ما شاء الله عامله معايا ايه. طبق، انا عامله طبق بالزعتر وطبق بالسمسم، وزي ما قلت لك بتحطي رشه ملح على كل مكون. لو الطريقه بتاعت النهارده عجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير، وبلاش يا بخيله اكتبي كومنت وشيري عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد الناس تستفيد بيه قبل المدارس. يلا نصلي على رسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اقول لكم ايه؟ باي باي.